مرحبا أيها الرائعون. سنتحدث اليوم عن علاج مشاكل الحمى بطريقة الغسل بالماء البارد وفوائدها العظيمة التي أرشدنا إليها ديننا الإسلامي والرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك لدورها العظيم في علاج أخطر أنواع الحميات والتي عجز عن علاجها الطب الحديث. الاغتسال بالماء البارد وشربه أثناء الاغتسال يعتبر من العادات الصحية الرائعة التي يحرص عليها القليل من العارفين بعظيم فائدتها حول العالم، وذلك لما اكتشفوه من فائدة عظيمة فيها. وحيث كان الإسلام أحد ركائز تسليط الضوء إلى الفوائد العظيمة للغسل والشرب من الماء البارد للعلاج السريع والمباشر من الحميات بكافة أشكالها والأمر بالتداوي به، ما يشير إلى الحكمة الإلهية التي أكرمنا الله بها، والتي أصبحت الآن موضع اهتمام للكثير من خبراء الصحة وعلماء النفس حول العالم، لأن استخدام الماء البارد يمكن أن يكون علاجاً فعالاً للعديد من الأمراض المستعصية، من بينها مشاكل الحمى والالتهابات المزمنة كالروماتيزم والتهاب المثانة. كما يعتبر استخدامه مفيداً في القضاء على الأمراض النفسية والعارض الشيطاني، لأن الشيطان مخلوقاً من النار ويتأذى بشدة من الماء البارد. والحقيقة يعتبر الاغتسال بالماء البارد والشرب منه من العادات الصحية الرائعة للحفاظ على الصحة الجيدة وللقضاء على الحمى الداخلية التي قد تتسبب بها السموم أو حتى العارض الشيطاني. لذا يجب علينا أن نعرف بعض المعلومات الأساسية حول كيفية استخدامه ومتى يجب استخدامه. ولقد رفع العلم الحديث الكثير من الدلائل على فوائد الاغتسال بالماء البارد وشربه، حيث أثبتت الدراسات أنها تساعد في تحسين الدورة الدموية وتحسين صحة القلب والتشنجات العضلية. فإذا كنتم سوف تستخدمون هذا النوع من العلاج، فمن المهم أن تعرفوا أنه يجب أن يكون لديكم درجة حرارة عالية في أجسامكم، وبمعنى آخر يجب أن نرفع درجة حرارة الجسد ببعض التمارين الرياضية، وذلك لصنع الصدمة التي تحفز لرجوع الجسد إلى حرارته الطبيعية. لذلك إذا كنتم قد قمتم بممارسة بعض التمارين الرياضية فأنتم جاهزون للاستحمام بالماء البارد، ولكن بشرط أن تعملوا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، بأن تبدأوا بصب الماء البارد على الشق الأيمن من الصدر حتى يتهيأ القلب لموجة البرودة، ولا يصاب بصدمة مباشرة من الماء البارد فيحدث له أثر عكسي من ذلك. بالإضافة إلى ذلك فإن الاستحمام بالماء البارد يعتبر من الأشياء المريحة لجسمك ولثروة الشعر، كما أنه يحفز الجلد لتنشيط عمل الغدد العرقية والتي هي مسؤولة عن تبريد الجسد في حال ارتفاع حرارته، كما أنه يقلل من تورم العضلات والألم الذي يمكن أن تعاني منه بعد ممارسة التمارين الرياضية. ومن المعروف أيضا أن الاستحمام بالماء البارد يساعد على تعزيز الدورة الدموية ويزيد من الطاقة في الجسم. ولكن هناك أيضا فوائد أخرى أكثر بروزا يمكن الحصول عليها من الاغتسال والشرب من الماء البارد، فهو يساعد في تحسين وتعزيز جهاز المناعة، ويكون منعشا ومنبها للجسم بشكل عام، ويزيد من النشاط وقوة الذاكرة. كما يمكنه أن يساعد في القضاء على الحميات مثل الروماتيزم وغيرها من أمراض الحميات المختلفة. وفي الواقع فإن هذا العلاج الإسلامي الرائع قد استخدم لعدة قرون كطريقة طبيعية لعلاج الأمراض النفسية والعارض الشيطاني، وذلك يحدث لأن الشيطان مخلوق من النار ويتأذى بشدة من الماء البارد حتى يصل إلى حد الموت المحقق أو الخروج من الجسد صاغرا. ولكي نفصل فوائد الاغتسال بالماء البارد، أولا تقليل الألم، فبعد ممارسة بعض التمارين الرياضية لفترة طويلة ربما تعاني من احتكاك في العضلات وألم في الجسم،
وفي هذه الحالة يمكن استخدام الماء البارد للتخفيف من الألم وتقليل التورم. ثانياً، تحسين الدورة الدموية، حيث يتم دفع الدم إلى الأعضاء الحيوية في الجسم نتيجة للاغتسال بالماء البارد، ما يساعد على تحسين الدورة الدموية. ثالثاً، تخفيض درجة حرارة الجسم، حيث يمكن للاغتسال بالماء البارد أن يعمل على تقليل درجة حرارة الجسم وتهدئة الجهاز العصبي في جسم الإنسان. رابعاً، تحسين المزاج، فقد يساعد الاغتسال بالماء البارد على تحسين المزاج والشعور بالراحة، كما يمكن استخدامه كعلاج للأمراض النفسية ولأذية العارض الشيطاني. خامساً، تطهير الجسم، حيث يساعد الاغتسال بالماء البارد على التخلص من السموم والشوائب الموجودة في الجسم. سادساً، تقوية المناعة، حيث يعمل الاغتسال بالماء البارد على تحفيز جهاز المناعة وتقويته، ما يعني أنك ستكون أقل عرضة للإصابة بالأمراض والعدوى. سابعاً، معالجة الروماتيزم، حيث يعتبر الاغتسال بالماء البارد علاجاً طبيعياً ممتازاً لعلاج الروماتيزم وأمراض الحميات الأخرى، لأنه يساعد على خفض الحمى بشكل طبيعي ودائم بتحفيزه لعمل القنوات العرقية تحت الجلد. فإذا كنت ترغب في الحصول على أفضل النتائج، فأنت بحاجة إلى ممارسة هذه العادة بشكل دائم ومنتظم. ومن الأفضل القيام بذلك تدريجيا وببطء، ويستحسن عدم غمر الجسم بشكل كامل في الماء البارد والوقوف فورا بعد الغمر إذا حدث. ومع ذلك فإنه من المهم أيضا الانتباه إلى بعض المحاذير، حيث ينبغي تجنب الاغتسال بالماء البارد إذا كنت تعاني من تضيق الشرايين وأمراض القلب، كما ينبغي عدم استخدامه إذا كنت تعاني من ضغط الدم المرتفع. وأخيراً، وفي نهاية المطاف، فإن الاغتسال بالماء البارد وشربه هو علاج طبيعي ممتاز للكثير من الأمراض. وإذا كنت تعاني من أي شكل من الأشكال الصحية، فإنه من الأفضل استشارة طبيبك قبل استخدام هذا العلاج الطبيعي. وبشكل عام، يمكننا القول بأن الاغتسال بالماء البارد مع الشرب هو علاج إسلامي بامتياز، حيث يتمتع بعدة فوائد صحية عظيمة. ومن المهم إتباع الإرشادات الصحية والاستمرار في ممارستها بانتظام. وفي الأخير، نتمنى أن يكون المقطع قد نال إعجابكم، فلا تنسونا من وضع إعجابكم للمساعدة على نشره، والاشتراك في قناة فؤاد عزمان تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد من المقاطع المفيدة إن شاء الله.